السلام عليكم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه حكايات كان يا مكان. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. حكايتنا اليوم هي حكايه للعبره، لكل وحده كتثق فشي حد وتعاود ليه على اسرارها. كنتمنى انها تكون عبره لكل وحده اللي اي واحد لقات وحدها كتعاود له على الاسرار ديالها، على حياتها. وندخل مباشره في القصه. جيت اليوم باش نعاود لكم قصتي. انا سميتي فاطمه، عشت وتربيت في واحد العائله على قد الحال. كانوا عندي خواتاتي كبر مني، وانا هي الصغيره في البنات، وهي معايشين على قد الحال. القرايه ما قريتش صراحه، خرجت صغيره من القرايه. الوضع المادي كان شي شويه صعيب، اضطريت باش انني نخرج نخدم، حيت اصلا انا ما كنتش زعما كنقرا مزيان باش غادي نبقى نكمل قرايتي. خرجت دخلت لواحد الشركه ديال الخياطه، دخلت صغيره بزاف على 14 عام. ايوا بديت شويه بشويه كنتعلم، شويه بشويه كنتعلم، حتى جلست على الماكينه، حتى ترسمت ودرت وريقاتي وبقيت غاديه هكا. في هذيك الشركه تعرفت على واحد الشاب. المهم جا خطبني، تزوجنا، الحمد لله كنا عايشين مزيان. دوزنا شي عام تقريبا وهي بدات الهضره على الولاد، فوقاش غادي تولدوا، فوقاش غديروا الولاد، واش نتوما مازالين معطلين. صراحه دارنا ما كانوش كيسولوني بزاف، ولكن دارهم كانوا دايرين ليا قله العفه، ولات عندي معيوره. هي هذيك قررنا اننا نمشيو للطبيب، ومشينا صراحه ما خلينا فين ما مشينا. والطبيب قال لنا بان راجلي عنده مشكل ما يقدرش يولد. هو راجلي مرضاش وما عجبوش الحال، ولكن هذا قدر الله، ما عندنا ما نديرو. انا واخا كنت باغا وكنت متحمسه، بغيت وليدات، انا ندير وليداتي ونسوني، ولكن انا داك الراجل كنبغيه بزاف، كنت مستعده نضحي معاه باي حاجه، غير المهم نبقى معاه. والولاد ماشي مشكل، وصراحه هو كان مهلي فيا بزاف وكان كيبغيني، وكنا عايشين مزيان. واخا دارهم صراحه كانوا مكارفسين عليا، ولكن واخا هكذا كان ديما كان كيوقف بجنبي. المهم منين تزوجنا انا وراجلي كنا سكننا في واحد الحومه شويه شعبيه، وبحكم انني كنقيم النهار كامل انا وياه خدامه، كانت واحد السيده جارتي كان راجلها عنده محل كيدير التجاره. المهم ماشي شي حاجه، ولكن المهم على قد الحال. هذيك جارتي كانت كدير لي كوموند ديال الحلوى، ديال البغرير، ديال المسمن، المهم اي حاجه تشهيتيها كتصيبها ليك. وانا كيف ما قلت لكم بحكم كنقيم النهار كامل في الخدمه، كنت فيما نبغي شي حاجه ولا نتشهى شي حاجه، ولا النهار اللي غادي نجلس ديال الحاد ولا هذا كنت كنرغبها كتصوب ليا، وبطبيعه الحال راه كنخلصها لان هي راه كتخدم على راسها. وبقينا هكذاك حتى ولات صاحبتي. هذيك السيده عندها 3 ديال الدراري مواسطين، شي كبير شي صغير، المهم يعني عندها الوقت فين تصوب، يعني ما كتلقاش مشكل في الخدمه. راجلها كما قلت لكم عنده محل ديال التجاره، وكانوا عينيه زايغين، وفيما تجي عنده شي مرة يشد معاها الحديد، وكان ديما كيقول لمرتو باغي نتزوج باغي نتزوج. هي كان حسب ليها راه غير كيضحك، ما علينا. وبقينا انا وهاد جارتي رديتها اختي وصاحبتي وكل شيء، لدرجه انني وليت كنعاود لها الاسرار ديالي، خاصه المشاكل اللي كيوقعوا لي مع واحد لوستي كبيره اللي كانت ديما كتعايرني بالولاد. ايوا هاد جارتي كما قلت لكم، ملي كنت كنبغي شي حاجه كانت كتصيبها ليا، خاصه ملي كنت كنمشي عند حماتي كنت كناخذ من عندها كل شيء، وكندي لحماتي على اساس راني انا اللي صيبت هذاك الشيء. وكنقول لها ويلي يا صاحبتي كون دابا تقول لي نوضي صيبي هذا الشيء هذا شنو ندير؟ كتقول لي شوفي الا مشات حتى قالت لك نوضي صوبي، قول لها انا ما كنعرف نخدم الشغل غير في كوزينتي، الا بغيتي خالتي نصوب لك اللي بغيتي، غير المهم نمشي لكوزينتي ونصيب ونجيب لك. وانا كتقول لي انا نصيب لك، منين ترجعي نصيب لك ودي ليها. ايوا المهم هذاك الشيء اللي كانت بعض المرات حماتي كانت كتحرجني،
كتقول لي والله الا هذيك اللي صوبتي لنا ديك المره زوينه ونوضي صايبيها لنا. ايوا الهضره اللي كانت كتقول لي جارتي واللي هي صاحبتي كنت كنقولها لها، كنقول لها شوفي شا خالتي، انا من غير كوزينتي راني كنتلف، ما كنبقى عارفه ما ندير، نمشي يا خالتي ونصوب لك اللي تشهى خاطرك. وهذاك الشيء اللي كندير، كنرجع وكنقول لجارتي صايبي لي هادي وهادي وهادي، وكتصيب لي وندي ليها. وهذا الشيء هذا راني ما كنتش كنديرو غير مع حماتي، راني كنت كنديرو حتى مع راجلي. كنت كنوصيها كتصيب لي كاع داك الشهيوات ونجيبهم ونحطهم قبل ما يدخل راجلي، على اساس راني انا اللي صيبتهم، حيت انا بيني وبينكم راني كنت خاليه، ما كنعرف ندير والو من غير الاساسيات، هكا طياب عادي وصافي. اما ندير المسمن ولا الحرشه ولا البغرير ولا الحلوى وما كنتش كنعرفها منين ندوز ليها نهائيا. حيت انا في دارنا كنت موالفه، خواتاتي اللي كبر مني هما مساكن. حيت انا في دارنا صراحه الله كنت موالفه، خواتاتي اللي كبر مني هما اللي مساكن كيديروا كل شيء، انا ما كنتش كندير يدي في الماء. خاصه اختي الكبيره الله يسمح لينا منها، كانت مسكينه مكلفه بداكشي ديال الدار كامل، وانا بحكم كنت خدامه كنت كنجي غير كناكل ونشرب ونعس، ما كنت كندير حتى حاجه. وخا صراحه الله ماما كانت ديما كتعايرني وتقول لي نوضي تنتي ديري يدك في الشغال ونوضي تعلمي، راه غدا وبعد غدا تزوجي، راه الراجل راه ما يقبلش منك هذا الشيء هذا، راه ضروري خصك طيبي وتوجدي. كنقول لها انا وتانتي يا ماما راني هذاك الشيء الاساسيات راني عارفاهم، والشيء الاخر بحال الله دابا نتعلم. صراحه ديما كانت كتعايرني، ولكن انا اللي فيا ما فياش النفس والو، بحال اللي كتخوي الماء في الرمله. ايوا ما علينا، المهم داك الشيء اللي كنت كندير، يلا كنت كنجيب من جارتي وندير كانني عمري ما درت شي حاجه، وكانني انا اللي صيبت هذاك الشيء كامل. ايوا بقينا هكاك، بقينا انا وداك صاحبتي ما فارقين حتى شي حاجه. وكانت صراحه كانت كتعاونني في اي حاجه وكتعطيني الحلول والنصائح ديال اي مشكل عندي، ديما كانت كتعاونني ما نكذبوش على الله. ولكن الخطا اللي درت واللي ما ننصح به حتى شي وحده هو انني عاودت ليها سرايري كاملين، اللي يتقال واللي ما يتقال، وخاصه المشكل ديال راجلي. وهذا اكبر غلط درته في حياتي، ما نكذبش عليكم، انا درته بلا ما نقصد. انا كان الغرض ديالي غير نخوي قلبي على شي حد، وانا كنت كنقول جارتي بعيده، ما هي لا امي ولا اختي ولا بنت خالتي ولا بنت عمتي، اللي يعني قريبه اللي غادي تدور الهضره وتوصل لراجلي. هاد السر هذا ميمتي اللي هي ميمتي وما عمري قلته لها، وقلته لجارتي حيت امنتها على سري وامنتها على حياتي، كنت كنعتبرها اكثر من اختي. ما يمكنش نجي من الخدمه وما ندوش عندها وما نعاودش ليها داكشي اللي دوزت النهار كامل. ما علينا، عاودت ليها على المشكل ديال راجلي. هي الصراحه كانت ديما كتقلب وتشوف فيما كانت شي وصفه ولا شي عشبه، كانت كتجي وتقول لي ها انت شنو ديري واشنو ديري واشنو ديري، وكندير هذاك الشيء اللي قالت لي. واحد النهار وهي واحد صاحبتي كتخدم معايا في الشركه فين خدامه، صراحه الله يعمرها دار، عمري ما شفت منها كلمه العيب. غير هي المشكل ديالها هي انها كتلبس شي لباس اللي صراحه في شكل اللي مثير شي شويه وشويه معيق، ولكن الداخل ديالها والله العظيم الا انسانه طيبه وما تشوف منها حتى شي حاجه، وغير الشكل ديالها اللي كيبان، واللي شافها سبحان الله العظيم كيشوف فيها النظره اللي هي خايبه، خاصه الطريقه باش مصوبه حجبانها، تحلف عليها الا خارجه الطريق وهي ما كتنوضش الدجاجه على بيضها، غير من الخدمه للدار من الدار للخدمه. واصلا كون كان فيها شي حاجه اصلا راجلي ما يخليهاش تجي عندي للدار، حيت كانت ديما كتجي لعندي. ايوا واحد النهار جات عندي للدار،
جلست معايا شويه، قلت لها اجي ندقوا على جارتي. جات جلست معانا شي شويه ونضحكوا ونشربوا شي حاجه. ايوا نضنا هي هذيك، دقينا عليها، دخلنا عند جارتي، كي دايره لاباس؟ قلت لها دايره صاحبتي راه خدامه معايا. قلت لها يلا هي تمشي معنا للدار نشربوا شي كويس داتاي نجلسوا نتعاودوا شويه. جات هي قالت لي لا لا راني مشغوله غير سيري. ايوا هي هذيك رجعنا انا وداك صاحبتي للدار، جلسنا درنا كويس داتاي، بقينا نتعاودوا شي شويه. جلسات معايا ومشات بحالها. ايوا هي مشات بحالها وهي جات جارتي كتدق عليا، جات كشكشها خارجين. قلت لها مالك ياك لاباس؟ وقالت لي شوفي الله يعطيك الستر ما تعاوديش تدخلي بحال داك النماذج عليا للدار، وانا داك النماذج راه ما كنبغيهمش وراه هادي. جيت انا قلت لها صاحبتي بردي شي شويه، السيده راه الله يعمرها دار، راه واخا تشوفي الشكل ديالها بحال هكاك ولكن صراحه الله يعمرها دار. يعني ما تحكميش على الواحد من اللباس ديالو. وزيدون كون كانت فيها شي حاجه راه راجلي والله ما يخليها تدخل عليا للدار، ولكن راه عارفها كيفاش دايره، هي داكشي اللي عطاها الله كتلبس بحال هكاك. المهم انا ما ديتش عليها، قلت صافي دبر راسها كل واحد وحر في داكشي اللي كيشوفو. ايوا هي هذيك بقينا انا وداك صاحبتي بقينا هكذاك، كتجي عندي كنتلاقاو الخدمه. المهم واحد النهاريات وهي تجي لعندي، جات لعندي قالت لي صاحبتي راه بغيت نهضر معاك. قلت لها ياك لاباس شنو؟ قالت لي راه داك راجل صاحبتك، يعني كتقصد هي جارتي، قالت لها راه فين ما نجي عندك يبقى يتبعني. قالت لها ويلي، قالت لها والله العظيم فين ما نجي راني كنهبط كنلقاه في الباب كيتسناني ويبقى تابعني حتى كنمشي وكيبغي يهضر معايا وكيمشي بحالاتي. ايوا بقينا على داك الحال. كل نهار كتسولني كتقول لي هضري مع جارتك وقولي لها شنو كيدير راجلها. قالت لها لا الحبيبه انا ما نهضرش معاه، نوض لها المشاكل مع راجلها، هذيك راه صاحبتي وعزيزه عليا، واصلا هو راه هكاك داير، هو راه عينو خضره، راه المراه اللي شافها صافي كيبقى يتهاود معاها وكيمشي كيغيب، وديما كيقول لها راني بغيت نتزوج المراه الثانيه. ايوا المهم ديما داك صاحبتي صراحه كانت كتقول لي واكدا المراه قولي لها انا ما كنتش كنبغي لان كنت كنخاف من المشاكل. ايوا حتى غيجي النهار اللي غيقولها ليها هو. ايوا مشى عندها قال لها المراه راني بغيت نتزوج، والمراه اللي بغيت نتزوج بها هي هذيك اللي كتجي عند صاحبتك، يعني على صاحبتي اللي خدامه معايا في الشركه. ايوا واش غنقول لكم، السيده جات لعندي كشكشها خارجين وكتغوت في الدروج، كتقول لي خرجتي عليا، انا ما عرفت راسي باش تبليت، وكتغوت وما عرفت لا راجلي واش كاين في الدار ولا ما كاينش. المهم انا دخلتها وبقات جبدات ليا داكشي كامل اللي كنت كنعاود ليها، ما خلات ما قالت ليا انت يا راجلك مريض وانا كنعاونك وانا كندير، ولوستك كدير لك وكتفعل لك، وحماتك كدير لك وكتفعل لك، وانا نسيت باللي راه راجلي تما، ما انتبهتش نهائيا، بقوت لي خصني غير نسكتها. ايوا بقات هكا كتعاير كتقول لي خرجتي عليا، كنت قلت لك ما تجيبيها ليش للدار، قلت لك ما تبقيش تخليها تجي لعندك، انا كنت قاصده على راجلك تمشي تدي لك الراجل، ساعه هي دات ليا الراجل. وبقات كتغوت كنقول لها غير سكتي، واش انا شنو الذنب ديالي الا كان راجلك هكذا داير؟ وزيد راه ديما كيقول لك هاد الهضره، ديما كيقول لك غنتزوج غندير المراه الثانيه، راه يقدر يكون غير كيضحك معاك. كتقول لي والو، خرجتي عليا وخرجتي لي على هذا، ودابا الراجل غيطلقني وانت هي السبب، وانا كنت كنقلب لك على الحلول باش تولدي وباش هذا، وانت خربتي لي داري، الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق. ايه شويه وانا ما نحسش براسي، حتى كيجمع معايا راجلي بواحد التصرفيقه، صافي غبت في البلاصه. يوم اللي فقت تصدمت، انا نسيت باللي راه راجلي تما وسمع كل شيء. ايوا لقيتها هي مشات بحالاتها، وانا ما خلاليش راجلي، قال لي ياك ديما كنت كنقول لك سرنا عمرو ما يعرفوا شي واحد، وانتي فضحتيني، دابا غير قولي لي من عاوتاني قلتي هذا الشيء هذا.
عييت ما نحلف ليه ونقول له ان عمري ما قلتها لشي حد. كنت صابره الهضره ديال دارهم اللي كيقولوا لي عاقره والمعيور ديالهم كل مره، ولكن هو ما تيقنيش. عييت ما نحلف. صافي بقينا هكاك حتى لواحد النهار وقال لي صافي بنت الناس نتفارقوا. ايوا انا ملي قال لي هذيك الهضره ما نكذبش عليكم تصدمت وما بغيتش. قلت له شوف راه ما كايناش شي حاجه اللي تفرقني معاك، ما يمكنش مشكل بحال هذا يفرقنا. قال لي لا كما قلتي هذا لجارتك راه تكوني قايلها للعائله كامله، وانا صافي ما بقيتش كنثق بك. دابا بنت الناس كل واحد يشد طريقه. تحت له على رجليه كنقول له انا مزوقه فيك، راني ما نقدرش نعيش بلا بيك. حس بيا انا راني مرا وكان بغيت انا نتفاجى ونبغيت انا نهضر، ولكن ما حسابنيش غادي توصل الامور لهاد الدرجه هذه. ايوا قال لي صافي بنت الناس العيشه ما بيني وبينك حرارت، دابا ما بقى بيني وبينك والو، جمعي حويجاتك والله يعاونك وبراتك غتوصلك حتى لداركم. وهي هذيك جمعت حويجاتي ومشيت لدارنا. ايوا مني مشيت وانا نبكي. ايوا دارنا ما خلاوليش. اكثر هي اختي الكبيره قالت لي شوفي، قالت لي سامحه فيها وجايه، قالت لي خاصك ضروري تردي لها هادشي اللي دارت لك. قالت لي انا ما تسرطاتليش بانها ما عارفاش بان راجلك تما، هذه 100% راه عارفه راجلك تما وجات بالعاني باش دير لك المشكل. دابا الا كنتي مرا حره وغره غتردي لها دقتك. ايوا بقى خواتاتي كيحرشوا فيا وانا صراحه ما قديتش. ايوا مع الانها بقيت خدامه، بقيت الشركه نفسها اللي كنت خدامه فيها انا وراجلي. ايوا ملي كنت كنمشي كنت كنحاول نتلف شويه، كنضحك مع البنات ونتصرف عادي. واحد النهار هو يجي عندي طليقي قال لي والله هاد الشركه لا بقيتي فيها هي تتخرجي منها. قلت له علاش شنو درت ليك؟ قال لي كتفقصيني تلقاي راسك راكي معاوده الشركه كامله على المشكل اللي عندي. وعيت ما نحلف ليه وما تاقش بيا. يوم مشيت للدار عاوتاني كنبكي، قلت لهم راه الراجل راه غادي يحلف فيا وراه غيخرجني من الخدمه اللي 19 عام وانا في داك الشركه. ايوا اختي عاوتاني بدات تحرشني، قالت لي كيما خرجت لك على حياتك خرجي لها تنتي على حياتها. ايوا هي هذيك مشيت عند راجلها وبقيت نغوت ونبكي. قلت له مراتك ها شنو دارت لي وها شنو دارت لي، هي اللي خرجت عليا. ايوا ملي جا هو قال لي ما تبكيش كيهضر معايا بواحد الطريقه في شكل. قال لي راني ما كنستحملش نشوف المراه كتبكي، دابا يكون الحل ان شاء الله، دابا يكون الحل. ايوا بقينا هكذاك. قال لي خلي لي نمرتك ديال التليفون، خليتها له وبقينا مره كنهضروا. ايوا مره كيلوح ليا هضره كيقول لي سعدات اللي كان دايرك في دارو ما يستاهلكش، كيفاش تقدر يتخلى عليك، تبارك الله صغيره وزوينه، كيفاش تقدر يتخلى عليك، والله ما يستاهلك، انتي تستاهلي شي واحد احسن منه. المهم ساعه كيلوح ليا هاد الهضره بحال هكا. ايوا تيجي النهار اللي جراو عليا من الخدمه، جاتني واحد الصدمه ما نقول لكمش. ايوا تما عيطت ليه وقلت له الله ياخذ الحق في مراتك، خرجت عليا وخرجت لي على خدمتي. ايوا هي هذيك تلاقينا انا وياه بقينا كنهضروا، بدات شويه العلاقه كتطور بيناتنا، كانت علاقه في حدود الاحترام، ولكن صافي درت في راسي الفكره انني غنتقم منها وغندي لها الراجل. بقينا هكاك حتى واحد النهار هما يشوفونا الناس ومشاو عندها قالوها ليها. ايوا جات عندنا للدار زعما باش تبرى. ايوا وناضت اختي الكبيره نتفاتها ما خلاتش فيها وقالت لها كون ترجعي مره واحده اخرى لهنا يوقع عليك بحال هكا. ايوا مشات دعاتنا وبقينا انا وياها في الدعوه. وملي جا راجلها بقى يهددها باش تتنازل على الدعوه وتسني ليه باش يتزوج بيا. هي ما بغاتش في الاول، بقات كتقول للناس كيفاش الدار اللي انا فرشتها على ذوقي ووليداتي غادي نخرجوا منها ونخليوها لوحده اخرى تتمتع بيها. قالت لهم ما عليا غير نسنيلو
ونبقى انا ووليداتي ساقرين. ايوا داكشي اللي كان سناتلو. ايوا وكرا ليا غير تما حدا قريبه ليها. ايوا بقات ساعه كتجي هي ولدها باش تهجم عليا، بقات كتهجم عليا دائما في الدار هي وولدها. وهي هذيك جا راجلي منين شاف هاد الوضع هذا صافي ما عجبوش الحال، هو يقول لي صافي انا غادي نكري لك في شي بلاصه اللي بعيده اللي ما يعرفوكش كاع فيها. ايوا هي هذيك كرا ليا في واحد الفيلاج بعيد شي شويه على المدينه. ايوا ولا كيجي عندي لتما، عاود ملي كيتوحش ولادو كيمشي لعندهم. ودابا راه لحد الان راه ما عارفينيش فين ساكنه. تهنيت من واحد الناحيه، ولكن بيني وبينكم مرتاحيتش في هاد البلاصه. انا موالفه بالمدينه ومولفه بالخدمه، هنا جاتني شويه القنطه. واخا راجلي عجبو الحال هنا، اكثريه الكرا رخيص وبعيد على الصداع والمشاكل، ولكن انا بيني وبينكم ما عجبنيش الحال. ودابا كنقلب على خدمه باش نتلها شي شويه، وكنتمنى ربي يسهل عليا فشي وليد ولا بنيته باش نتونس بيهم ونحس حتى انا بداك الاحساس الامومه. وفي نفس الوقت خايفه لا شي نهار يوقع شي مشكل بيني وبينه ونوصلوا للطلاق. على الاقل الا كان شي وليد ولا بنيته ما غاديش الانسان يوصل حتى للطلاق. صحاباتي وكلهم داروا فيا، قالوا لي زعما اش داك لهاد الزويجه هادي، مزوجه بواحد بولادو والوضعيه ما هياش، انت مازال صغيره وزوينه ومازال قدامك الوقت اللي يجي واحد احسن منه. ولكن بيني وبينكم انا ما ندمتش، حيت هاد السيد هذا كيتعامل معايا مزيان وما حسش معاه بشي حاجه، وما كنحسش كاع بالنقص. اي حاجه بغيتها كيجيبها ليا، ولكن من هنا لقدام حتى شي واحد ما ضامن راسو. انا عارفاكم غادي تلوموني، وكاين منكم اللي غادي يعايرني، غتقولوا زعما دخلتني لدارها وعاوناتني في بزاف ديال الحاجات، ولكن حتى انا راني دخلتها لداري وعاودت لها شي حوايج اللي ما كيتعاودوش، اللي كيبقاو ما بين المراه وراجلها. ولكن هي في الاخر كلشي حطاتو ليا. كي غادي ندير؟ كي غندير؟ نبقى صابره، ما كان عليا الا نرد لها دقتي. انا بوحديتي اللي حاسه بهذاك الاحساس، حيت الحرقه ديال الطلاق ديال راجلي الاول ما بغاتش تنسى ليا، حيت طلقني على شي سبب اللي هو كانت هي سبابي باش طلقت من راجلي وباش فقدت الثقه فيا. وماشي غير طلقت، خرج لي حتى على خدمتي اللي 19 عام وانا معاهم، خرجت منها بتا شي حاجه. هادشي علاش كان خاصني ضروري ننتقم منها. انا ما نكذبش عليكم، هذا الراجل مرتاحه معاه دابا، ولكن واخا هكاك ما تنساش ليا داكشي اللي دارت ليا. واللي غادي نقول لكم هو عمركم ما تثقوا في شي حد كيف ما بغى يكون، حيت المراه راها ضعيفه كيف ما بغات تكون. واللي غادي نقول لكم عمركم ما تبقاو تثقوا في شي حد كيف ما بغى يكون. والاسرار اللي بينك وبين راجلك خليهم بينك وبين راجلك، سرك وسره يبقى بيناتكم، ما عندك لاش تقوليه للبراني، حيت يقدر يجي شي نهار اللي يدمر لك حياتك كما دمرت حياتي انا كنت هانيه مع راجلي الاول، وخا ما جابلناش الله الاولاد، ولكن الحمد لله كنا عايشين بخير وراضين على القسميه اللي عطانا الله. غلطه وحده اللي ما كنتش قاصداها دمرت لي حياتي وما نبغيها لتا شي وحده. وهنا سالت القصه ديالنا، ما تنساوش ما تنسى وهنا سالت القصه ديالنا. ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم والاراء ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونتلاقاو ان شاء الله مع قصه جديده وعبره جديده. الى اللقاء وامسيه سعيده.